السلام عليكم ورحمة الله، كيفكن يا شباب؟ إن شاء الله جميعا بخير. شرح جديد وطريقة جديدة، وشرحنا اليوم الطريقة الصحيحة والمضمونة والمجانية لعمل رقم أمريكي أو تفعيل رقم أمريكي، رقم جديد بفاعل الواتساب وجميع البرامج والتطبيقات اللي بتحتاج أرقام للتفعيل. كيفية الحصول على كود التفعيل بشكل مجاني وحل مشكلة برنامج الأرقام مع مسجل دخول سواء في واجهة التسجيل أو واجهة الأكواد. رح نحكي اليوم عن 4 خطوات لازم نطبقهم صح يا شباب لحتى نحصل على رقم أمريكي. أيضا بإمكاننا الحصول على عديد الأرقام بنفس الخطوات اللي رح أقوم بشرحها أمامكم. أول خطوة يا شباب، بننزل برنامج السيرفرات، رابطه أسفل الفيديو في الوصف. تتصل صديقي بالسيرفر الأمريكي بعد ما تتأكد من البرنامج إنه اشتغل معك تمام على السيرفر الأمريكي. متوجه إلى شرح برنامج الأرقام الأمريكية، برنامج التو ان ار أو عفوا برنامج التو أونلاين. نضغط على خيار ساين أب في الأسفل، خيار إنشاء حساب جديد. بيجيب لنا واجهة التسجيل. هلا هون يا صديقي في واجهة التسجيل بأول سطر بتحط اسم باللغة الإنجليزية، أي اسم بدك يا صديقي ما في مشكلة. بعدين بتحط رقمين 3 مثل ما بتشوفوا، بعدين بتحط اما ياهو دوت كوم او بتحط هوت ميل دوت كوم، ما في مشكلة، بتحط ياهو او هوت ميل دوت كوم مثل ما بتشوفوا امامكم. وبتاني سطر يا شباب بنحط كلمة باسورد من حروف وارقام ورموز. بعدين لازم نضغط هون على هذا المربع الصغير مشان يظهر معنا خيار التسجيل. هون لازم نضغط على خيار التسجيل، وأول خطأ أو مشكلة عم تظهر لبعض الأصدقاء ممكن يعطيك خطأ في الباسورد باللون الأحمر. فأنت لازم تبدل صديقي من الياهو على الهوت ميل أو من الهوت ميل على الياهو في البداية. تحط @yahoo.com أو @hotmail.com. إذا ما انحلت معك المشكلة ولا زال عم يعطيك خطأ، هون يا صديقي لازم ترجع إلى برنامج السيرفرات وتبدل على غير سيرفر من السيرفرات الأمريكيات. بترجع بتبدل على السيرفر التاني الأمريكي، بترجع بتكرر التسجيل، رح تنحل معك المشكلة. ولو جاب لك خطوة الكبتشة، خطوة التأكد من أنك لست برنامج روبوت، تضغط صديقي مطولا أنا لست برنامج روبوت. راح يسجل معك دخول وراح يحولك إلى الواجهة التالية. مثل ما بتشوفوا يا أصدقاء سجل معنا الدخول، يطلب منا السماح بالوصول للموقع. وهون نضغط على تاني خيار في الأسفل، نضغط على هذا الخيار، خيار التخطي. هلا في واجهة الأكواد يا شباب مثل ما بتشوفوا أمامكم، بتحط صديقي إحدى الأكواد الأمريكية اللي رح حطهم أمامكم. هدول أفضل أكواد بيعطوا أرقام شغالة تمام، سواء للواتساب أو أي برنامج آخر بيحتاج رقم مثل ما بتشوفوا أمامكم. هون صديقي المشكلة الثانية اللي عم تظهر لكثير من الأصدقاء، ممكن أنت صديقي تحط إحدى هدول الأكواد وبرنامج الأرقام ما يعطيك أرقام أمريكية، ما تظهر عندك أرقام. فلازم تجرب تبدل على غير كود من هدول الأكواد، جرب بدل على الكود الثاني الكود الثالث. إذا لا زال عم يعطيك أخطاء وما أعطاك أرقام، هون يا صديقي لازم تعمل له مسح بيانات لبرنامج الأرقام وترجع صديقي تسجل من جديد. ويفضل تبدل على غير سيرفر من السيرفرات الأمريكيات وترجع تسجل من جديد بنفس الخطوات، راح تنحل معك المشكلة وراح يعطيك أرقام. راح نختار إحدى الأكواد الأمريكية، راح نختار الكود 916. نضغط على خيار كونتينيو، ننتظر ثواني. أعطانا مجموعة أرقام، أعطانا 5 أرقام أمريكية. هون صديقي مو كل هدول الأرقام شغالة لا الواتساب، لازم صديقي تقسم الشاشة أو يكون في جنبك جهاز ثاني وتجرب رقم من الأرقام قبل نهاية الدقيقة وتكون إيدك سريعة. في كتير أرقام من برنامج التو أونلاين، برنامج الأرقام الأمريكية، بتعطي الرقم ليس رقما خليويا فعليا في دولة الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هذا الرقم مو شغال الواتساب يا شباب. أما لباقي البرامج جميع الأرقام أو أغلب الأرقام بنسبة 90% شغالة تمام. للواتساب لازم تجرب الرقم صديقي قبل ما تحصل عليه. إذا طلعوا معك كل الأرقام مو شغالة، أعطاك الرقم ليس رقما خليويا، فقط صديقي بتنتظر لنهاية الدقيقة أو بتضغط هنا على هذا الخيار وبشكل تلقائي راح يتبدل معك الأرقام، أو بتحط غير كود من الأكواد وراح تحصل على أرقام جديدة. راح نختار رقم من الأرقام، نضغط على خيار كونتينيو، نضغط هون على خيار نوت ناو خيار التخطي، نضغط على سكيب. فتح معنا برنامج التو أونلاين يا شباب وحصلنا على رقم أمريكي بيطلب منا السماح بالوصول للأذونات، ونضغط على خيار سيت أب.
وبنعطي السماح بالوصول لجميع الأذونات. فتح معنا البرنامج وحصلنا على رقم أمريكي، رقم جديد. شرحنا خطوة التسجيل، شرحنا خطوة الأكواد، خطوة الكبتشة، شرحنا طريقة تحصيل أو الحصول على رقم شغال للواتساب. هلا صديقي، إذا بدك تحصل على رقم تاني بإمكانك تبديل الرقم من داخل إعدادات البرنامج والحصول على رقم تاني. كل اللي عليك تضغط على خيار سيتنج، بعدين صديقي بتضغط هنا على أول خيار أكونت مثل ما بتشوفوا أمامكم. بعدين صديقي بتضغط على هذا الخيار، خيار تو أونلاين، خيار الرقم. بعدين بتضغط على 3 نقاط في الأعلى، بتضغط على هذا الخيار. بمجرد ما تضغط على يس، خيار الموافقة مباشرة، برنامج التو أونلاين راح يرجع صديقي حولك إلى واجهة الأكواد. بترجع بنفس الخطوات، بتحط إحدى الأكواد الأمريكية وبتحصل على رقم تاني، رقم أمريكي. نحن ما راح نبدل الرقم يا شباب، راح نتوجه إلى برنامج الواتساب مشان ناخد الرقم كوبي بشكل صحيح. بنضغط على الرقم الأمريكي في الأعلى، بعدين نضغط على خيار كوبي وبنتوجه سواء إلى برنامج الواتساب أو أي برنامج آخر بيحتاج أو بيتطلب رقم للتفعيل. نتوجه إلى أحدث إصدار من برنامج الواتساب، لكن في البداية لازم نروح إلى قسم الأذونات. لازم يا شباب نتأكد من السماح بالوصول لجميع الأذونات من داخل إعدادات برنامج التو أونلاين. أهم شيء الملفات والوسائط وسجل المكالمات والاس ام اس يا شباب. لازم نتأكد من تفعيل جميع الصلاحيات عشان ما تواجهنا مشكلة بالحصول على الرسالة اللي بتحتوي على كود التفعيل. بنفتح برنامج الواتساب، بنحط +1 نداء الولايات المتحدة الأمريكية وبنلصق الرقم أمامكم يا شباب. هون يا صديقي لازم بعد ما تضغط على موافق مباشرة الرقم الأمريكي يعد معك، وبالتالي مباشرة راح يوصل لك رسالة نصية بتحتوي على كود التفعيل. لازم صديقي الرقم مباشرة يعد معك. إذا الرقم ما عاد معك صديقي، كل اللي عليك تنتظر لنهاية الدقيقة وبتضغط على خيار إرسال الرسالة مجددا. لا تطلب كود التفعيل بالضغط على خيار اتصل بي، لأنه ما راح يوصلك اتصال، راح يطلب منك برنامج التو أونلاين الاشتراك بمقابل إرسال الاتصال بيحتوي على كود التفعيل. مثل ما بتشوف مباشرة الرقم عاد معنا مباشرة، وصلنا رسالة نصية بتحتوي على كود التفعيل. فعلنا الواتساب برقم أمريكي يا شباب. أمامكم مثل ما بتشوفوا رقم جديد من برنامج التو أونلاين، مباشرة وصلنا رسالة نصية بتحتوي على كود التفعيل. إذا الرقم عد معك مباشرة ما وصلك رسالة نصية، بتروح إلى الواجهة الرئيسية لبرنامج التو أونلاين، بتحدث الواجهة صديقي، بتضغط ضغطة مطولة، بتسحب إلى الأسفل، راح يوصل لك رسالة نصية خلال دقيقة. إذا ما وصلك رسالة نصية خلال دقيقة، بترجع إلى برنامج الواتساب، بترجع تضغط على خيار إرسال الرسالة مجددا. تاني مرة راح يوصلك رسالة نصية. مثل ما بتشوفوا يا شباب، ها هي الرسالة أمامكم تحتوي على كود التفعيل للواتساب. فعلنا الواتساب برقم أمريكي من برنامج التو أونلاين. شرحنا جميع الخطوات وحل مشكلة برنامج التو أونلاين وكيفية تفعيل رقم أمريكي والحصول على كود التفعيل. لهم بيكون انتهى شرحنا يا شباب. أي مشكلة اكتبوا لي بالتعليقات، أنا جاهز أرد عليكم وأساعدكم في حل أي مشكلة ممكن تواجهكم. دمتم بخير جميعا، تحياتي لكم، السلام عليكم.